بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله نعمل حاجتين في حاجه واحده. يعني هنشوي حتتين لحمه كده، وهناخد اللحمه اللي شويناها واللحمه بتاعت امبارح اللي كنا عاملينها بالفاصوليا، واللحمه بتاعت اول امبارح اللي كنا عاملينها بالشوربه، ونفتتها ونحطها في الحشوه بتاعتنا. هو دي بيتزا؟ لا، دي مش بيتزا، ده عيش عامل نفسه بيتزا، حشيته من جوه ومن بره. دي هنا اللحمة اللي انا شويتها، طلعت مستوية قوي، اكتر كمان من اللحمة اللي احنا عملناها، اكتر من اللحمة اللي احنا عملناها امبارح. انا بجيبها حطيتها في الطاسة او في الحلة او في ايا كان. انت مش تشويها على الفحم، هي مش هتفرق. ما انا محروقة الطاسة كده كده ومش حاطه لها زيت. بشويها ببصل بس عليه رشة ملح وبابريكا، وبفركهم مع بعض كويس. وبعد ما بتكون اتشوت من الوشين حلو واتلدعت كده، بروح حاطه عليها البصل اللي بالملح والبابريكا واسيبهم يستوي. هنا بقى اعمل العجينه بنص دقيق عليه رشه ملح، وبكون عامله الخميره من الاول، واحط بق زيت. وبعد كده اقعد تعجني بقى، وجيبي ناس معاكي تعجن، واقعدي اعجني بقى، وجيبي العجينه يمين والعجينه شمال، وتعجنيها كويس، وتظبطي مقدار الميه مع مقدار الدقيق، عشان كل نوع دقيق له ميه معينه. وبعدين نغطيها بالكيسه ونحطها في فرن البوتاجاز اللي احنا لسه ما سخناهوش، او في حته ضلمه يعني عشان تخمر كويس. دي هنا الصينيه انا بحضرها بشويه زيت، والعجينه بتاعتي خمرت اهي وبقت حلوه ونفشت واتنفست وعملت فقاعات. اروح حاطيها بوكس كده عشان نطلع الهواء منها، وبعد كده المها وابتدي افردها بالصينيه. مش هتفرديها بالنشابه، مش هتفرق، اصل انا كده كده مش هعملها شكل. واخرمها بالشوكه عشان تتنفس حلو وهي بتستوي، وادخلها الفرن. عقبال بقى ما تستوي تقريبا اخدت حوالي ربع ساعه. انا مش عايزاها تستوي قوي لان انا لسه هحشيها. اجيب بقى بواقي اللحمه بتاعت امبارح واول امبارح والحته من بتاعت النهارده، واقطعها، واقطع الفلفل الرومي طرنشات او حتت رفيعه، واغسل الزيتون من الميه اللي فيه عشان ميبقاش حادق. بحضر كمان بقيه الجبنه، وبحضر على جنب برضو رشه فلفل، رشة سمسم قصدي، ورشة بقسماط بقى اللي بيخلي لها طعم احلى ان هي رشة بقسماط. وهنا خلصت تقطيع وطلعت العيش من الفرن. هي دي مش وصفة عيش يعني يا امل، ما تعمليش فيها فزلوكة. بصوا، هي عجينة يعني انا عايزة اعملها عيش عشان احشيها جواها. فطلعته هنا نص سوا، ابتدي بقى ان انا اطلعه من الصينيه. انا هنا بوريكم ان هو استوى شويه من تحت، ما هواش عجينه خالص. وبعدين بفتحه من النص وببتدي بقى احشي. طبعا ابدا بالصلصه الاول، وبعد الصلصه هحط بقى اللحمه بتاعتي بالحتت الصغيره، وبعدين الفلفل ارصصه والزيتون والجبنه، وهقفل عليهم وهدهن من فوق برضه.
انا هنا خلاص خلصته من جوه، حشيته من جوه وقفلته بالعيش، قفلته هنا. رشيته ودخلته الفرن واستوى. وبعدين ايه بقى، نقطعه. طبعا وانا بقطعه اتلسعت كذا مره وقعدت ادور الصينيه، وبعدين طلعته. هو ليه ما طلعش حتتين مع بعض يا شاطره؟ ما هو انا عايزاه كده، انا كنت عايزه اوصل للمنظر ده، اللي هو طبقه فوق وطبقه تحت، طبقه تحت مقرمشه واللي فوق طريه مبشنينه كده بالصلصه، وفي النص ايه، اللحمه بالحشو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. الى ان القاكم، السلام عليكم ورحمه الله.